أهلا وسهلا بيكم أجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. أهلا وسهلا في رحلة جديدة من رحلاتنا. احنا دلوقتي في محطة حماتي من كل قلبي مع جيهان سالم. هنتكلم في محطتنا عن الحموات الحسنوات، الحاجات اللي زعلتنا منهم والحاجات اللي هلكتنا من الضحك، يعني من الآخر هنحكي مواقف. يلا بينا نطلع فاصل واوعوا تروحوا بعيد، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أنا جيهان سالم في محطة حماتي من كل قلبي. كل الأمهات بيعيشوا فرحانين بأولادهم، مهتمين بيهم بكل حاجة في حياتهم، بكل تفاصيلهم، بيهتموا بتربيتهم، بأكلهم، بشربهم، بصحتهم وتعليمهم. الأم بتكون وديعة بطبعها. يجي بقى ننوس عين أمه ويقول لها ماما أنا عاوزة أتجوز، تقول له ماله يا عيون ماما، أنا أجيب لك 6 البنات، 1,000,000 واحدة تتمناك، هوقفهم لك طابور وانت بس عليك تشاور وتختار. وكأن ابنها ده هارون الرشيدي. ولو قال لها لأ أنا بحب واحدة وعاوزها، هي طبعا بتتجنن ودمها بيفور وبتتحول لدراكولا جواها. إزاي هو يختار؟ لأ ده ابني أنا وأنا بس اللي اختار له. على طول بتقوله لأ أنا عندي بنت حلوة وجميلة ونسمة كده ما تحسش بيها أبدا. وهو برضو يصر، وبعد محاولات منها بتبوء بالفشل وتلاقي خلاص الموضوع هيفلت من ايديها، تقوله اشوفها، وهو طبعا ما بيصدق يا عيني، على طول يخليها تقابلها. الحاجة منى تسكت؟ طبعا لا، تطلع فيها القطط الفطسانة. لو البنت سمرة تقوله لا دي سمرة ووحشة، ولو بيضة تقوله لا دي بيضة وبياضها ساقع، تقولش البيضة دي هيبان فيها البقع. المهم أي أذى وخلاص. لو أصر ومش لاقية منه أي فايدة تقوله خلاص خطوبة بس، نشوف أهلها ونشوفها وندرسهم على مهلنا. طبعا كده النسا والأفكار الشيطانية شغالة على ودنه، تفضل تفكر وتخطط وتكرس كل وقتها ازاي تطفش البنت واهلها علشان يكون العيب منهم، لكن هي ملاك بجناحين وما بتطلعش العيبة منها ابدا. وتفضل بقى البنت ما قالتليش صباح الخير على الواتساب النهاردة، وامها ما كلمتنيش، ما اخدوش رأيي في الملايات، اشتروا المطبقية من غير ما اشوفها، ومن كده بقى كتير. برضو الننوس عاوزها والناس شاريينه والدنيا ماشية. طبعا ده كله على نن عينيها من جوه. وخلاص مر الوقت ولقيت نفسها قدام الأمر الواقع، ويوم الزفاف جه. الحاجة بقى فضلت مدياها عياط، والناس كلها مفكرين ان دي دموع الفرح، لكن دي ما كانتش دموع الفرح، دي كانت دموع الهزيمة. المهم وصلت العرسان لبيتهم ورجعت هي بيتها. الحاجة كانت قوية وقالت لنفسها لا تراجع ولا استسلام، هنظم أفكاري وأخطط من جديد. ودلوقتي الموضوع بقى أسهل، خلاص البنت بقت عندي. الحاجة بقى من كتر الهري في نفسها طول الليل ما نامتش، ومن نجمة طلعت خبطت عليهم. ما هم اتجوزوا معاها في نفس البيت. قاموا مفزوعين، بس طبعا رحبوا بيها. وقالت للعروسة مش هتفطرينا ولا ايه؟ دخلت البنت تحضر الفطار، ندهت عليها وقالت لها نزلي الفطار تحت، احنا نازلين علشان متعودين كلنا نفطر مع بعض. البنت ساهمت وما نطقتش، بس حست كده
إن البداية مش خير أبدا. نزلت بالأكل تحت واتجمعوا كلهم، ويا عيني خلصوا الأكل اللي أمها عملته ليها هي وعريسها بتاع الصباحية كله، ويا ريتها أكلت حاجة. وطبعا الحاجة ما بطلتش تريقة على الأكل. هو ده بقى الأكل اللي أمك عاملهولك للصباحية؟ وطبعا البنت مش عارفة ترد وساكتة. أكلوا وخلصوا. بعد كده قالت لها يلا قومي جهزي الغدا بقى، واحنا قاعدين هنا ولما يخلص نزليه. طبعا يا عيني البنت هتتجنن، مش قادرة تتكلم. وفضلوا على كده فترة كبيرة، وطبعا بتتكلم مع جوزها وهو يقول لها معلش هي لسه مش متعودة ان انا اكون بعيد عنها. قال يعني هو بعيد، وهي حاسة ان انتي اخدتيني منها شوية وهتهدى. ده غير ان اخته بقى تطلع وتاخد منها ايه، هدوم وميك اب وكل ده بحجة ان هي خارجة مع اصحابها وعلشان كمان تلاقي عرسان. المهم البنت والولد بيحبوا بعض وعلى طول ضحك وهزار، وطبعا امه غيرانة وهتموت، بس هما اصلا ولا شايفينها ولا فارقة معاهم. اخته بقى جالها عريس والحاجة انشغلت بيها. هل يا ترى هتتراجع وتتنازل عن خططها؟ استنوني الحلقة الجاية ان شاء الله نكمل باقي القصة مع بعض. كانت معاكم جيهان سالم في محطة حماتي من كل قلبي.